النهضة تاع الناتو، النهضة تاع الناتو. خويا انت صاحب الفقيد، يظهر لي البارح بركه مع بعضكم انتم، وشنو اللي صار اليوم بالضبط؟ أنا عضو هيئة التسييرية في حارة التيار الشعبي. البارح تعذر علي حضور اجتماع مع كان آخر لقاء لي مع الحاج ميساج تليفون. أنا فما كلمة وحيدة أحب نقولها، نفدلك معاه الحاج يقول له يا حاج نقص سيغتالوك، وكنت ديما نفدلك معاه نقول له باش يغتالوك. كان يقول لي يا سهيل ما نقول نموت نموت ويحيى الوطن، غير نقول فيها شعار واحنا نقولوا فيها قول وفعل. والحمد لله، نقول الحمد لله لأننا مسلمين والحاج شهيد عند الله إن شاء الله. أما اللي قتله هو اللي خسر دنيته وخسر آخرته. هذا إذا كان عنده مرجعية دينية اللي قتله. نقول شكونك أنت باش تحكم على عبد وتبيح دمه؟ رانا نعملوا في السياسة، رانا متخلفين حول أفكار، متخلفين حول رؤى سياسية، رانا لا هي إسلام لا هي كفر. يا أخي وقت نقول لك 250 دينار ما تعيش عائلة في تونس يلزمها إيمان وكفر باش تعرفوها هذية. رانا حقائق، أرجعوا لتاريخكم الديني، أرجعوا لتاريخكم. اتهامات شكون اليوم واجه؟ شوف لن يجرني أحد إلى أن أتهم حركة النهضة مباشرة. شوف أنا نقول حركة النهضة مسؤولة على إشاعة مناخ عنف، مناخ غير صحي في تونس، هذا شيء متأكد منه. لكن أني أتهم قيادة حركة النهضة بالتخطيط لا هذا يلزم بحث. أما النهضة مسؤولة سياسيا على الشيء هذا، على شكري بالعيد الله يرحمه وعلى الحاج محمد إبراهيمي الله يرحمه. اليوم يظهر لي اليوم خليني نكمل معاه. اليوم يظهر لي وقت الفاعل يزينا من الكلام. اليوم اولا لازمنا اليوم اعلان الحداد الوطني، اليوم اعلان الحداد الوطني على اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي. ثانيا علينا ان نحل كل الميليشيات التي تمارس العنف وتدعو للعنف. ثالثا علينا أن نستخلص العبر، كل مسؤول دعا للعنف أو مارس العنف أو مارس العنف اللفظي ضد خصومه السياسيين خاصة من طرف الحكومة ينبغي أن يستقيل في أقرب وقت. ورابعا ينبغي أن نضع حد لهذه المؤسسات الانتقالية وأن نبني في أقرب وقت المؤسسات الشرعية الدائمة للدولة. الوضع لا يتحمل هذه الوضعية، هذه الاغتيالات وقوافل الموت. المطالبة برحيل الحكومة. اليوم علينا أن نعلن الحداد الوطني، وعلينا أن نكشف عن القتلة في أقرب وقت. الشوارع والسجان حتى يسقط النظام، 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 الشوارع والسجان حتى